اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض جليز التورت او المروار زي ما بتقولوا عليه. بيتصب على التورت والجاتوهات، بتغلفي بالتورته، بيبقى طعمه حلو جدا وكمان بيخلي شكلها روعة. ان شاء الله هعمل معاكم التورته الفيديو الجاي بالمنوهار اللي احنا هنعمله ده، وهتشوفوا شكلها عامل ازاي. تحفة جدا جدا وكمان سهل وبسيط. يلا نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا معلقة كبيرة من الجيلاتين البودر، بيتباع عند اي عطار. هتحط عليه ربع كوباية من المية العادية من الحنفية. هنديله تقليبة كويسة جدا جدا لغاية اما كل التكتلات تفك منه. وكده خلاص يبقى جاهز معايا. هركنه بقى على جنب لغاية اما يتشرب المية اللي فيه دي. عندي بقى في كسرولة او لبانة او حلة صغيرة، اي حاجة عندك، حط فيها نص كوباية من المية من الحنفية عادية. حط كمان عليها كوباية الا ربع من السكر الحبيبات العادي. هحط كمان معلقة كبيرة من العسل الجلوكوز، ده ضروري واساسي في الوصفة، مينفعش نستغنى عنه. هرفعه بقى على النار لغاية ما يغلي معايا كويس جدا لمدة دقيقتين، وهروح شايلاه على طول. اول ما يغلي هشيله معايا. هضيف عليه كوباية ونص من الشوكولاتة البيضة، متقطعة مكعبات او مبشورة مش فارقة. كده خلاص حطيت الشوكولاتة بتاعتي. كمان هحط ربع كوباية من كريمة الحلويات او البديل بتاعها، ربع كوباية من اللبن عليها معلقة صغيرة من الكريم شانتيه، متقلبة كويس جدا. وهروح ضيفاها على الخليط بتاعي. انا بعتذر على صوتي، بس انا تعبانة شوية بس، فمعلش حاولوا تفهموني. هحط كمان الجيلاتين بتاعي بعد ما اتشرب من المية بتاعته. طبعا هو هيفك لان السيرب بتاعي سخن لسه وبيغلي، فكل ده هيدوب معايا في خلال ثواني. هقلب بقى كويس جدا مع بعضه كده. لو حطيت الجيلاتين والشوكولاتة الخام بتاعتي البيضة، وكمان حطيت بديل كريمة الحلويات، وكده يبقى خلاص. هدي تقليبة كويس جدا لغاية اما كله يفك معايا بالشكل ده. خلاص كده كله ده معايا. انا عايزه اعمله باللون الاصفر لان التورته اللي هعملها محتاجه لها لون اصفر، فاضيف لون اصفر. انتوا اعملوه باللون اللي انتوا حابينه. ده لون غذائي عادي بس ضروري يكون لون جل، بيتباع عند اي محل مستلزمات حلويات. بفضل اضيف اللون بتاعي نقطه بنقطه لغايه ما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها. تمام كده. وكده خلاص تكون وصفتنا خلصت وكمان المكونات بتاعتنا خلصت. زي ما قلتلكوا بيضغط طبيق التورت، او بتحطيه على وش التورتيه من فوق او وش الجاتوه. ممكن تعملي بيه كذا لون كمان، يعني تقسمي الخليط قبل ما نضيف اللون وتعملي كذا لون. هنا بقى هضيفه في الخلاط او بالهاند بلندر لو عندك، وهضربه ضربة كويسة جدا عشان اتأكد ان كل حاجة دابت مع بعضها. هضربه بقى في الخلاط وارجع لكم تاني. هنا خلاص كنت ضربته. هصفيه بقى عشان اتأكد ان مفيهوش اي تكتلات برضو، عشان لما يتحط على التورتيه بتاعتي اتأكد ان مفيهاش اي حاجة. انا هنا حطيت المعلقة عشان المصفى بتاعتي ما تتزحلقش مني في قلب البولة. شايفين الخليط بينزل ناعم خالص وفيه لمعة تحفة. هنا خلاص بقى الملوار او الجليز جاهز معايا. طعمه حلو جدا. طبعا ممكن تضيفوا نكهات، النكهات اللي هي بتبقى عند العطار اللي هي الموز، البرتقال، الاناناس، الحاجات دي. بس انا بصراحة محبتش اضيف، لكن انتوا لو عايزينه بطعم ممكن تحطوا. بتحطوا حوالي نقطتين من الازازة. كده خلاص هو جاهز معايا. بالله عليكم بقى، بالله عليكم، انا والله ربنا اللي يعلم انا تعبانه قد ايه، بس طبعا ما حبيتش ان انا اتاخر عليكم وارفع لكم وصفات، فما تبخلوش عليا انتوا كمان. وما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بقدمه. وما تنسوش تعلقوا كومنت حلو منكم ودعوه حلوه من قلبكم.
واستنوني في وصفات جاية كتير ان شاء الله، ولو عايزين وصفة التورتة اكتبولي في التعليقات. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.